دي بقى مش حاجة حلوة بس، دي حاجة حلوة قوي. عارفين فكرتني بايه؟ في كده فطير بيتجاب من دمياط بيبقى نفس دي بالظبط يعني، ودي كمان ممكن تكون اجمل بكتير قوي. ما تيجوا نشوف عملناها ازاي. وانت داخله معايا ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي عندي لو لسه مش مشتركه. واول حاجه معانا ان احنا بنجهز الصينيه بتاعتنا وبنحط لها معلقه من السمنه وبندهنها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالظبط. وبعدين هنبتدي نجيب الرقاق بتاعنا وبالحليب او اللبن هنبتدي ان احنا نبله كله زي ما انتوا شايفين كده من الوش ومن الظهر. وبعدين هنحطها بقى في الصينيه بتاعتنا بعد ما بليناها وش وظهر، وهنبتدي نجيب معلقه سمن وهنحطها فوق طبقه الرقاق اللي احنا لسه حاطينها، وهنعيد نفس الخطوات مره تانية. وبعدين هنعيدها كمان للمره الثالثه، يعني 3 ورقات من الرقاق وما بين كل طبقه معلقه من السمن زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعدين هنبتدي بقى نحط الحشوه بتاعتنا بعد ال3 طبقات الرقاق بتاعتنا. الحشوه بتاعتنا كانت كاسترد، والكاسترد ده الطريقه بتاعته بتبقى موجوده على العبوه اللي انتوا بتشتروها، وممكن تستبدلوا الكاسترد بالمهلبيه اللي بتتعمل في البيت عادي خالص. وبعدين هنبتدي بقى نحط مكسرات اي نوع انت عايزه تحطيه، مش عايزه تحطيه ما تحطيش مفيش مشكله، بس هي بتفرق وبتدي طعم حلو. وبعدين رجعنا حطينا بنفس الخطوات 3 ورقات او 3 طبقات من الرقاق تاني، وكل طبقة بينهم معلقة من السمن. وبعدين هندخلها على الفرن درجة حرارة متوسطة رف اوسط، وهنسيبها بقى لحد ما تستوي معانا. اول ما نلاقي الاطراف كده خدت لون كده نفهم ان هي خلاص من تحت استوت، هنبتدي نشغل عليها الشواية عشان تاخد لون من فوق كمان. وهي بقى جوه في الفرن بنجهز كوباية من الحليب او اللبن، وهنضيف لها سكر من 4 ل 5 معالق سكر صغيرين او حسب سكرك لو عايزه تزودي زي ما تحبي. وبعدين اول ما بنطلعها من الفرن وهي سخنه تماما هنبتدي ننزل عليها الحليب او اللبن بتاعنا. الكوبايه بتاعه الحليب هي كوبايه الشاي العاديه اللي بنشرب فيها شاي عادي، وضفت لها شويه من جوز الهند. وبعدين بقى هنغطيها علشان تطرى معانا وتبقى فطيره طريه كده، يعني احنا مش بنغطيها كتير، حوالي كام دقيقه كده معدوده. وبعدين هنقلبها بالشكل ده وهنضيف لها برده جوز هند من الناحيه التانية الجزء التاني، وبس كده. والطعم مش هقولك عليه، انت هتعرفي لما تجربيه. ممكن كمان لو حابين تضيفوا مثلا بدل الكاسترد او بدل ما تعملوا مهلبيه ممكن تعملوا مهلبيه بالشوكولاته اللي هو الكاكاو يعني، وممكن بعد ما تخلص خالص تحط لها من فوق بقى تغرقوها كده نوتيلا، هتبقى برضو في منتهى الجمال. بصوا يعني هو الفينش والكلام ده كله راجع ليكم، والحشوات راجع ليكم انتم، لان الطريقه دي اصلا بتلاقي معاها كل حاجه. يعني انا جربت معاها كل الحشوات اللي تتخيلوها في منتهى الجمال. واتمنى اكون قدرت افيدكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك وشير وسبسكرايب. باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.